بالله عليك شوف هذا نقاب مكتوب عليه الأميرة. شو الأميرة؟ وهذا شو مكتوب عليه؟ الشيخة. تمام، ما شاء الله. وهذا شو مكتوب عليه؟ تسواهن. اي والله تسواهن البرنسيسة الملكة. شوف كيف عم يتلاعبوا بالناس وبنسائنا وببناتنا. وهذا نقاب، قال هذا نقاب. لك حتى النقاب اليوم صار فتنة. عيونك هدول اللي عم تفتني فيهم الشباب هدول فتنة. ليش؟ قبل ارجع إلى الأشعار قبل كيف كانوا يتغزلوا بالنساء. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا إلى آخره. كانوا يتغزلوا بالعيون. الوجه هو الفتنة، الشفايف والخدود والرموش والعيون ولون بشرتك. هون بيكون التغزل وهون بتكون الفتنة. ايش هاد الحجاب اليوم يحتاج إلى حجاب. هذا الحجاب يحتاج إلى حجاب. اي والله ما أمر الله بهذا. الحجاب لازم فيه له شروط عندنا في الدين يا أحباب. شروط ألا يصف العورة، يكون واسع. مو مثل اليوم بعض العباءات تصف العورة ببين خصرها وببين القبل والدبر والصدر. ما يجوز يا أحبابنا، حرام يا رجال، ما يجوز، حرام. يكون واسع ما يبين شيء، ما تبين رقبتها، ما تلبس المزين، ما تتعطر، وهكذا. الحجاب بمثابة الحارس الشخصي للمرأة. تخرج بمعية الله، تمشي عزيزة في السوق، في الشارع، في الطرقات، ما حد بيتعرض لها، عفيفة، ما حد شايف شيء منها. أما وحدة طالعة بكامل بودرتها ومكياجها وكذا، كل الشباب راح يطلعوا عليه ويتغزلوا فيها. يا أخي ما يجوز، الله يرضى عليكم، ما يجوز، حرام. هذا ديننا. اليوم اللي عم ينادوا بالحرية وعم يقولوا هذا تشدد كذا، ممن نأخذ ديننا؟ من الله ورسول الله أم من فرنسا وأمريكا ودول أوروبا؟ فرنسا اللي عملوا فيها إحصائية من فترة، من كل 8 نساء 6 مغتصبات. من دول أوروبا التي تقر قانون المثلية، فعل قوم لوط. نأخذ ديننا من هؤلاء أم من رسول الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا يا ناس، انتبهوا، ما في شيء اسمه موضة وكذا.